السلام عليكم، مرحبا بكم مشاهدين المشاهدات. نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نوريكم الشكوى منين نبغي نربطها. كي ندير لها راني دايره لها هنا العرعار والحنه والملح والجلد، كنت مملحاه بالحبه الكحله باش ما يتكلش. ها هو غادي نخرطه ونربطه. بسم الله، نبداو على بركه الله. منين ما لقاش اللي يشد معايا نشدو هنا بالخيط، ميكونش عندي اللي يشد معايا نشده بالخيط باش يستوالي باش نخرطه ونربطه ونوريكم ان شاء الله الطريقه اللي ندير فيها الحليب ونمخض. انا غادي نخرطها من هاد العرعار وهاد الحنه غير من الداخل ونغسلها باش ما تطلقليش ديك الريحه والبرا ما نغسلهاش باش ما تتكلش وباش ما تبقاليش هاد الحموريه وهاد الخش وهذا ما يجينيش في اللبن. نقيها مزيان ونغسلها والبرا غير نخرطها، ومنين نكمل ما نبقاش نخض فيها نملحها بالحبه الكحله باش ما تتكلش باش ما تثقبش. كاينه ثاني هي عندها الدوده ديالها اللي تاكلها. ها هو التعيان كي دار عيناها بالموس. ها حنا نربطوه، هذا نقولوا له الخلال. وهذه نقولوا لها العروه، احنا عاقدينها. ها هي اللي يقول لها العروه. هذه هي التقاليد ديال بكري. ها الفم ديال الشكوى. ها العراوي هنا يندار لهم خيط ولا ديال الصف والشعر، وهذا تاني نكرفوه ونديروا لها تاني هنايا يقولوا لها الكاع. هذا الكاع ديال العكا والشكوى. الربيط اللي مفترقين، العكا تخلل بالابره وهذه يديروها بالموس والخلال ديالها. ايوا فهموا اللي ما يعرفش لهذا الشيء. ها هي النهايه ديال التخلال. ها كي نديروا لها باش ما يجيناش فيها الديفو تسيل ولا ها هي كي نديروا. ها هو الربيط ديالها. الربيط ديالها ساهل ماشي صعيب بزاف. القربه اللي ربيطها واعر، والشكوى غير كيف ما درتي لها ها هي. وحتى نربطها ونخرطها من برا بالموس ونغسلها لداخل بالماء ونعلقها تنشف، عاد نخوي فيها الحليب. ها هو الربيط ديالها. نديروا لها الرباط ونديروا لها العده ونديروا لها الكاع. والفين يديروا لها الشريط بالصناغه، واليوم الصناغه ما كاينه غير الخيطان. ها هي الربيط ديالها كي داير. ها كي نديروا لها حتى نخرطها من برا ونقادها ونخوي فيها الحليب ونوريكم كي غادي ندير لها. ونتمنوا هذا الشيء يعجبكم، واللي ما يعرفش يتعلم من هذا الشيء. هذه هي الطريقه ديال الشكوى ديال الزمن. ما كان لا شكوى نتاع ميكا ولا نتاع اللي ما دارشي، هذه ما يلقى فاش يمخض. وبالسلامه عليكم.
ديريه.